السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة، اللهم امين. النهارده زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض حاجة حلوة جميلة جدا كلنا بنحبها، كبار وصغيرين، وهي البان كيك. وجبة سريعة وحلوة وبيبقى فيها عناصر غذائية كتير، واهم شيء ان هي احنا بنبقى واثقين فيها وضامنينها لما الاطفال عندنا بياكلوها او بيحبوها بمعنى اصح. انا عندي المكونات بتاعتها، عندي بيضتين، وعندي 4 معالق كبار سكر، وعندي 3 معالق كبار زبده سايحه، وفانيليا وبيكنج باودر، وعندي كوبايه حليب، وبنفس الكوبايه دي يا بنات انا نازله كوبايه دقيق. هنسمي كده مع الرسول. اول حاجه هنعملها هناخد البيضتين كده نكسرهم، وهنحط عليهم الفانيليا والسكر، وهنقلبهم كويس لغايه لما السكر معاها يدوب كويس. انتوا ممكن تحطوا سكر بودره، يعني ينفع البودره وينفع الخشن عادي، بس يستحسن يكون الخشن اللي هو يا بنات الابيض، اللي هو الحبيبات الناعمه شويه دي، مش الخشن قوي يعني. هو بيدوب بسرعه معانا، سريع جدا، ما بياخدش معاكي وقت، وحاجته متوفره يعني الحمد لله في كل بيت، يعني مش هتكلفي نفسك فيه. هنضيف بقى الزبده، ممكن زبده او زيت اللي تحبيه او اللي موجود عندك. الحليب، بسم الله. هنقلب كويس يا بنات لغايه لما الخليط ده يمتزج كويس جدا مع بعضه. ممكن تحطوا كوبايه الدقيق وتلاقي الخليط عايز تاني معلقه او معلقتين، تحطي الكوبايه وتضيفي بقى بالتدريج حسب ما انا هوريك السمك بتاعه. يعني انا نوعيه الدقيق عندي، السوائل اللي انا بعملها بتقبل دقيق، نوعيه الدقيق دي بتحط منها كميه دقيق ازيد دايما من المعيار اللي انت بتعمليه. بسم الله. هنحط بقى الدقيق، وهنحط الدقيق ده يا بنات عليه رشه ملح، وهنحط البيكنج باودر، وهنقلب بقى زي ما انتم شايفين كده يا بنات. نقلبه كويس عشان خاطر ما يبقاش فيه اي تكتلات. شايفين كده الدقيق الخليط اسفه لسه عايز حوالي معلقه دقيق كمان. ثانيه واحده. بصوا يا بنات، انا هزوده فوق الكوبايه اللي هي عايرتها معلقه دقيق كده كبيره هرم. بصوا بقى يا بنات المعلقه الدقيق ظبطته معايا ازاي. انا عايزه بقى السمك ده سمك جميل جدا في البانكيك. لو انت بقى حابه تعمليه ويطلع معاك رفيع، يعني خلصيه واشتغلي فيه على طول. لو انت حابه البانكيك الفطيره بتاعته تبقى تخينه كده ومنفوخه شويه معاكي، فضيه. طبعا بنفضيه في شفشق كده ليه بوز عشان يساعدنا في ان احنا نعمله.
سيبيه حوالي 10 دقايق في الشفشق ده لغايه لما يتفاعل مع بعضه، وبعد كده ابدأي اخبزي فيه. انا بعمل كده. انا بحبها ايه، بحب الفطاير بتاعته تكون تخينه كده ومحمله. تمام كده. بصوا يا بنات، انا هحطها في الشفشق ده عشان البوز بتاعه. هفضيها فيه كده. بسم الله. سهل جدا ومبياخدش معانا اي وقت. ده غير طعمه طبعا بيبقى جميل جدا. بس كده يا بنات اهوت. انا هغطي عليه بقى حوالي 10 دقايق وابدا اشتغل فيه معاكم باذن الله. بصوا يا بنات، انا حطيت الطاسه زي ما انتم شايفين كده على البوتاجاز، وبمنديل زي ده كده، وبنمسح مسحه بسيطه. ما حطيتش ايه، حوالي نص معلقه صغيره زيت او زبده حسب ما تحبي، وتمسحي بمنديل كده بحيث الطاسه تبقى مدهونه، والمنديل يشرب الزيت في الماده الدهنيه اللي انت حطيتيها. هنبدا بقى نحط ايه الخليط كده. بسم الله. انا مش عايزاها كبيره قوي، يبقى بالنظام ده كده يا بنات. ونعرف ان هي بتستوي لما بتبان فيه هنا خطوط كده زي نظام القطايف. لما بنعمل القطايف نخبز القطايف بيبان هنا فراغات هوا في الوش كده، بنعرف ان هي خدت ايه قعر واستوت. بنروح قلبينها على الجنب التاني. سهله جدا والله يا بنات في عمايلها، وحاجتها متوفره موجوده في كل بيت. يعني الحليب ده مش بيتقطع، البيض، الدقيق ده موجود، كل حاجه بتبقى متوفره في البيت. ووجبه ولادك بيحبوها، يعني حتى الحاجه المسكره لما انت تعمليها لاولادك، او وجبه مسكره زي دي لما انت تعمليها لاولادك اثناء المذاكره، ده بينشط الذاكره عندهم. بصوا بقى الفخاخيع اللي بتبان دي والفراغات اللي بتظهر دي، ده كده ايه معنى ان هي كده بتستوي من تحت. بصوا بقى هغطي حاجتها، بس اهم شيء نعملها في طاسه او صينيه ما تكونش بتلزق. بصوا بصوا بتتنفخ ازاي، علشان خاطر انا سبتها حوالي 10 دقايق في الشفشق. لما اكون عايزاها تتنفخ بالشكل ده او حجمها يزيد. لو انتم مش عايزينها كده، عايزينها طبقه رفيعه، بتخلصوها وتسووها على طول. الزوايد دي مش مشكله خالص لو ظهرت معاكي. بصوا بتتقطع خالص اهي، بتتقطع خالص كده وبتشيلوها ونشيلها. يعني حتى وانت بتقلبيها لو لقيتيها نطرت حواليها كده عادي ما تقلقيش. بصوا كده استوت اهي. نطلع عليها. هنبدا ايه نرج الشفشق كده قبل ما نعمل، ونبدا نحط الثانيه. وكل واحدتين ثلاثه بقى نروحوا مسحين الطاسه مسح، عشان خاطر تطلع لنا باللون الحلو اللي انتم شايفينه. انا هعمل دي معاكم بقى يا بنات، واكمل انا الكميه، بقيت الكميه مع نفسي عشان خاطر ما نطولش عليكم. الاثنين هتبدا تتشف جنب كده والفراغات بتاعتها تبان. مش مشكله خالص، نستنى عليه لما يستوي ونشيله من حوالين الفطيره بتاعتنا.
عليكم تاني باذن الله. بصوا كده يا بنات، انا خلصت الفطير بتاعت البانكيك زي ما انتم شايفين كده. عملت منها الكبير ده وعملت منها الصغير ده عشان خاطر ايه، احط البنت في اللانش بوكس يبقى جميل جدا. يعني هما بيفرحوا بده اكتر من الكبير. ليه؟ لان دي بتاخديها بالشوكه مره واحده وخلاص، لكن ده بقى لازم شوكه وسكينه والكلام ده. فانا عملت الكميه دي بصراحه، مطلعين لي كميه كبيره. واللي حابب يزود الكميه دي يضاعف المقادير اللي انتوا شفتوها. اللي حابب يضاعف الكميه يحط كوبايتين دقيق، 4 بيض، 6 سكر، 6 معالق، وهكذا. يعني احنا هنبدا ايه، انا معايا هنا عسل ابيض ومعايا شوكولاته سيحتها على بخار ميه وخففتها باللبن الحليب، ومعايا الفراوله اهي اللي هزين بيها. انا عاملاها شرايح ليه؟ عشان خاطر لما احطها بين الطبقات ما تبقاش مكتله، ما يبقاش حته عاليه وحته واطيه. هعمل ايه بقى يا بنات؟ بسم الله. هعمل كده معاكم واحده كده. انا بحط في الاول عسل، وسبحان الله والله العظيم انا ولادي مالهمش في العسل الابيض، بس لما بعمله لهم مع البان كيك يعني بيحبوه، بيقولوا لي زودي فيه وكده عشان بيديه طعم حلو. فانا يعني بحب اعمل الوجبه دي على طول عشان خاطر العسل الابيض ده بالذات. هحط بقى يا بنات بصوا شرايح الفراوله كده. لو احنا حطينا الفراوله تخينه تبقى مكتله وما بتخليش منظر البان كيك حلو. تمام كده. انا بحط شوكولاته فوق خالص على الوش. واي حاجه ولادك مش بيحبوا ياكلوها دخلها لهم في حاجه تانية، يعني دخلها لهم في اكله تانية كده. واحط الطبقه الباقيه. انا هعملها 3 بس يا بنات عشان ما تبقاش عاليه قوي. بس كده. نحط بقى ايه طبقه كده. نبدا بقى ايه نحط شوكولاته. هزود بس في الشوكولاته لان الشوكولاته دي محبوبه الكل، كله بيعشقها يعني. تمام كده يا بنات. انا هكمل الكميه بتاعتي كلها وارجع لكم تاني باذن الله. بصوا كده يا بنات انا خلصت البان كيك اهو تزيين. حطيت في القلب فراوله زي ما شفتوا، وحطيت من على الوش شوكولاته، وفي القلب فراوله بالعسل. وده البان كيك اللي هو الميني الصغير. بيبقى جميل جدا والله. يعني مش محتاج، يعني الكبيره دي بتحتاج ان انت يبقى معاكي شوكه وسكينه. دي شوكه كفايه قوي. وتحطيها في الواحده وتاكلي، او ابنك او بنتك ياكلوها. جميل جدا جدا وطعمه روعه بصراحه. ممكن كمان ان انتوا تعملوه بالموز، وممكن تعملوه بالموز والفراوله مع بعض، ممكن بالتفاح المكرمل بيبقى جميل جدا بالتفاح المكرمل. ده كان فيديو النهارده. اتمنى ان يكون فيديو النهارده عجبكم، ويا ريت لو جربتوا طريقته وعجبتكم ما تنسونيش في التعليقات الجميله اللي انتوا بتكتبوها، وما تنسونيش في اللايك والشير. والى اللقاء في فيديو جديد باذن الله.